السلام عليكم ورحمة الله. لامين يامال مستقبل برشلونة وربما مستقبل الكرة المغربية. لامين يامال مغربي الأصل ولديه الجنسية الأسبانية، يلعب في برشلونة أتلتيك وهو في مركز الجناح الأيمن، ولاعب لمنتخب إسبانيا تحت عمر 17 عاما. يلعب في مركز الجناح الأيمن ويلعب بقدمه اليسرى وطوله 185 سنتي، ومسألة الطول هي نقطة تكنيكية محورية رئيسية سنتكلم عنها في نهاية الفيديو بشكل توضيحي أكبر. لامين يامال اسم أصبح يتردد كثيرا بين جدران نادي برشلونة، وذلك أن مدرب اللاماسيا والفئات السنية أجمعوا تقريبا على امتلاك يامال لموهبة وقدرات غير عادية تتخطى حتى عمره وهو 15 عام التي يمتلكها، لدرجة جعلته يتدرب وينضم لتدريبات الفريق الأول في هذا السن تحت أنظار المدرب تشافي هرنانديز. فماذا يملك لامين يامال وما هو المتوقع لمستقبله الكروي بإذن الله تعالى؟ بداية كل الأمنيات والدعوات للامين يامال بالتوفيق والنجاح، وأن يصبح نجم عالمي بإذن الله يخدم بلاده الأصل وشعبه المغربي الأصيل بإذن الله. في البداية الحكم على أي لاعب في سن صغير لم يكتمل نموه الجسدي والعقلي يكون حساس ودقيق ومعرض أيضا لمتغيرات وتقلبات كثيرة جدا حسب تغييرات الجسد والعقلية الذهنية. فأنت اليوم تحكم على ستايل وشكل لاعب وهو بطول مثلا 160 سنتيمتر، وبعد سنتين يمكن أن يصبح 180 أو 190 سنتي. هذا أمر خطير له أثار وتأثير كبير على ستايل وأسلوب لعب وإمكانات أي لاعب، فلا بد من مراعاة كل تلك التغييرات وعدم اعتبار الكلام والحكم على لاعب صغير على أنه حكم نهائي وثابت لا يتغير. دي قاعدة أولية أساسية قبل أي كلام. يلعب يامال كجناح أيمن لأنه يمتلك قدم يسرى أساسية قوية، كما أنه يمتلك سرعة جري لا بأس بها ومهارات فردية مميزة أيضا، وتحكم في الكرة يصل لمستوى الجيد وقدرة على التمرير بدقة وذكاء واضح. ورأيي الفني ووجهة نظري المتواضعة من خلال التجارب الواقعية العملية التي ثبتت صحتها بنسبة كبيرة جدا مع الأيام وأصبحت قواعد بالنسبة لي على الأقل، أقول أن لامين يامال لديه خصائص جسدية تتعارض مع مركز الجناح الأيمن، وهي أنه يملك طول قامة أكبر من مقاييس ومعايير مركز الجناح الذي يحتاج لسرعة عالية جدا وخفة حركة كبيرة، والتي تقل عند اللاعب كلما زاد طول قامته واقترب من حدود 180 سنتي. والمفارقة العجيبة أن هذا الطول الذي يخدم يامال الآن في الفئات السنية الصغيرة بين زملائه سيكون عائقا له فيما بعد في مركز الجناح وقت الاحتراف واللعب في المستوى العالي بين الكبار، وخاصة انه يساري وقدمه اليمنى ضعيفة جدا، فهذا امر سلبي اخر بجانب الطول يزيد من بطء الحركة. ولذلك وجهة نظري ان مقومات وامكانات يامال متوافقة جدا مع مركز الظهير الايسر بشكل كبير، ويمكن أيضا تجربته في مركز صانع اللعب والاستفادة من مهاراته الهجومية، لأن هناك احتمال قائم وهو إمكانية زيادة طول قامة يامال وأن يصل ل 190 سنتي مثلا، وحينها سيكون توظيفه مناسب في مراكز أخرى أيضا أفضل من مركز الجناح. وفي النهاية أتمنى طبعا كل التوفيق لهذه الموهبة الكروية المميزة اللي شغلت الرأي العام البرشلوني وشغلت وسائل الإعلام والسوشيال ميديا في الفترة الأخيرة نظرا لالتحاقه بتدريبات الفريق الأول لنادي برشلونة تحت أنظار تشافي هرنانديز. وفي الختام هذا كلام تقبله أو ترفضه لكن باحترام، والسلام. لا تنسى مشاركة الفيديو مع الأصدقاء ودعم الفيديو بالإعجاب حتى يصل الفيديو أكبر قدر من الجماهير، وأيضا الاشتراك في القناة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.